التحدي أنا ضعيفة وما عنديش إرادة، أنا بقع كل مرة وما بكملش. طيب لو انتي حاطة في ذهنك انك بتعالجي حالة إدمانية عندك، هتعرفي تتعاملي كويس وتخرجي من الفكرة المسيطرة على عقلك دي. بمعنى تخيلي مدمن هيروين ودخل مصحة علشان يخف، هل منطقي ان الهيروين يبقى موجود في متناول ايده وقدام عينيه وناس قاعدة تضرب حواليه ليل نهار، والمفروض هو يبقى بطل وعنده إرادة ويقاوم؟ حد بيعمل كده؟ لا، ده أكيد هيقع وبسرعة كمان، ولا يمكن يعرف يكمل بأي حال من الأحوال. المشكلة بقى إن الهيروين بتاعنا اللي هو الأكل موجود حوالينا ليل نهار، وياريت إحنا نبقى أذكياء ورحماء بأنفسنا ونتعامل مع صحتنا بحب وجدية وحزم. إنما لا، إحنا كمان ساعات بنزود الطين بلة. مثلا أنا عندي سمنة مفرطة للدرجة اللي هتوصلني لحيطة سد مع صحتي، وعارفة إني مدمنة مخبوزات وهبدأ أعمل دايت ونويت وبدأت. هل طبيعي إن كل يوم والتاني أقعد أعمل لعيالي دوناتس وباتيه وقرص في الفرن والريحة تفحفح في البيت واخد ليهم صور تحفة واملى بيهم الستوريز بتاعتي، وبعد كده أروح أشتكي للكوتش بتاعي إن أنا ضعفت وأكلت؟ طيب ما هو طبيعي، يعني أنا الكوتش بتاعك لو موجودة في الجو ده هضعف واكل أصلا. احمي نفسك من المغريات، احمي نفسك من المغريات بالذات في الأول. بتصعبيها على نفسك ليه؟ بلاش وانتي رايحة السوبر ماركت تروحي قسم الشوكولاتات وتتفرجي عليه، بلاش تفتحي فيديوهات وصور أكل، بلاش تشتركي في كل جروبات الأكل على السوشيال ميديا وكيرش كيبرز والناس دي، وبعدين تشتكي ان ارادتك ضعيفة. ما هو انتي بتعرضي نفسك طول الوقت لمغريات. ساعدي نفسك، مش هتبقي انتي والإدمان عليها، مش كده؟ طيب أصل ولادي عايزين، طيب يا ستي اشتري على قدهم، شيلي حاجتهم في اوضتهم جوه حاجة مقفولة ما تبقاش قدام عينيكي مثلا كل يوم، ما تقعديش على الغدا معاهم، كلي انتي واشبعي من أكلك قبل ما تغرفي لهم. ساعدي نفسك، دوري على حلول، بلاش استسلام وعيش دور رد الفعل باستمرار. خليكي انتي الفاعل، خليكي فاعلة فيما يخصك ويخص صحتك. تاني دوري على حلول تبعدي بيها عن المغريات، وتحافظي بيها على إرادتك من الإغواء بالذات في الأول. عاملي نفسك بالظبط كأنك بتعاملي مدمن هيروين بتساعديه على التشافي. لو المدمن ده قدامك انتي هتعملي معاه ايه؟ تمام؟ حطي نفسك في الدور ده، شوفي الموضوع من وجهة النظر دي، ساعتها هتعرفي تحمي نفسك قوي من الإغراء وإن انتي تقعي. تمام؟ طيب تعالي نعمل تمرين بسيط جدا، ماشي؟ اكتبي المواقف اللي بيحصلك فيها إغراء باستمرار، وفكري ازاي تتجنبيها او تستعدي ليها، وتحطي خطة بديلة وسيناريو بديل مسبق تنفذيه لما تبقي في الموقف ده. تمام؟ طيب مثال، انا مثلا البيبسي بالنسبة لي مغري جدا مثلا، انا مش انا لينا، لا يعني انا بدي مثال بيشربوا بيبسي قدامي، يبقى تروحي انتي تشربي مثلا مية باردة منكهة فيها فانيليا، فيها نعناع، فيها قرفة، فيها مية ورد، بتبقى جميلة جدا وهتعملك ساتسفاكشن، وفي نفس الوقت تبقي شربتي حاجة أنعشتك، وفي نفس الوقت ما وقعتيش، يعني قوة إرادتك، ما وقعتيش في الإغراء ده. ما تقعديش تشوفي بيبسي قدامك وانتي عطشانة أصلا. العطشان البيبسي بالنسبة له بيبقى مغري جدا، يعني حاجة مسكرة وسقعة، فيعني هو عطشان يعني وحران، لا روحي اشربي مية باردة على طول الأول قبل ما تاخدي قرارك. تمام؟ طيب هنزل مثلا السوبر ماركت اشتري طلبات البيت، وهتعرض طبعا لإغراءات كتير جدا هناك، يبقى تاكلي قبل ما تنزلي وتشربي وتشبعي، يعني تبقي شبعانة من المية ومن الأكل. ده هيحميكي جدا من إغراءات الشراء الغير صحي. لما تبقي في السوبر ماركت، الجعان بيشتري حاجات غير صحية، أي حد جعان بينزل السوبر ماركت غالبا بيشتري حاجات غير صحية. تمام؟ ليه؟ لأن الجسم بيبقى عايز انرجي سريعة، الانرجي السريعة دي هياخدها منين؟ هياخدها يا إما من سكر يا إما من نشويات بسيطة اللي هي الحاجات الغير صحية في حالتنا. تمام؟ كل ما هتبقي شبعانة من الأكل الصحي دماغك مش هتوزك، وإرادتك هتبقى أعلى بكتير قوي، وجربي. ماشي؟ طيب ده التحدي بتاع النهاردة،
عشان بسمع بنات كتير بتقول ان انا ضعيفة وما عنديش ارادة وانا بقع كل مرة وما بكملش. زي ما قلتلك من ملخص، عاملي نفسك كأنك مدمن هيروين بالظبط. مفيش حد مدمن هيروين بنقعده ونحط الهيروين في التلاجة وفي الدرج وعلى السفرة قدامه طول الوقت ونقول له انت بقى اللي مطلوب منك تبقى قوي وتستحمل. مفيش الكلام ده، بنساعد نفسنا. تعالوا نبعت الإغراءات والمواقف اللي بنتعرض ليها وبنضعف قدامها على الجروب، تمام؟ ونفيد بعض كلنا بأفكار ابتكارية ازاي نحمي نفسنا من إغراءات الحاجات دي. المهم دايما تفتكري خليكي سند ليكي وساعديها، فكري، ابتكري حلول لمصلحة نفسك. انتي مش أقل من اللي قدروا يعملوا كده. وأشوفك على خير.